قال لي انا ما برجعش، كل واحد يراجع في بيته. المراقب افتكر ان انا بغشش حد قدامي او بغش من حد قدامي، فقال لي ما تتظبط بقى انت من اول انت من اول اللجنه وانت عمال تغش. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله اكلمكم النهارده عن موضوع مهم جدا. انا كنت زي اي طالب باخد عند مدرس الفرق بينه حوالي 5 دقايق ماشي يعني، جنبي في البلد او في القريه بتاعتي يعني. تمام، كنا ماشيين تمام وزي الفل. كنا سابقين المدرسين بتوع الأونلاين، وكنا سابقين المدرسين اللي في البلد جنبنا أو في بلاد جنبنا يعني. كنا يعني ماشيين حلو في المنهج. تمام، وإذ فجأة أول ما نوصل للعضوية المدرس بلا سبب، بدون أي ظروف، يفضل يديلنا أجازات كتير. كنا تقريبا بناخد أجازة، حصتين أجازة في الأسبوع، والحصة التالتة بناخدها ومبتبقاش كاملة كمان. فمتخيل الكم المرقعة اللي احنا فيه. تمام. طبعا المدرسين الاونلاين سبقونا، والمدرسين اللي جنبنا سبقونا وخلصوا يعني، واحنا لسه موجودين. وده خلى مجموعة كبيرة من صحابي يعني ان هم يسيبوا المدرس ده، ويضطروا ان هم ياخدوا اونلاين مع مستر خالد صقر. معظمهم تقريبا ساب الدرس، كنا حوالي فاضلين بس في الدرس حوالي 10. متخيل الرقم؟ كنا كتير فبقينا 10 بس. تمام، قلت اكمل معاه، ما رضيتش اقعد يعني لان كنت خايف الصراحة من موضوع الاونلاين ده. فقلت اكمل معاه. و هو زي ما قلت لكم ماشي بالراحة، فكنت أنا بضطر مثلا لو أنا في حصتين أجازة هو عطوهم لنا في الأسبوع، أضطر أسمع مثلا مستر خالد صقر، بحيث إن أنا إيه لما أسمع منه المعلومات تاني أكون اطلعت عليها قبل كده فتثبت أكتر، ال... وأحل الواجب يعني بتاع الدرس قبل أصلا ما أروح للمدرس أو هو يديهولي. فده يعتبر اللي ثبت العضوية في دماغي شوية. فربنا بيقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلولا الموضوع ده ما كان زمان أصلا مثبت العضوية. خلاص خلصنا العضوية ومنتظرين منه بقى إن هو يراجع. اكتشفنا إن هو قال لنا ما برجعش، كل واحد يراجع في بيته. كل واحد يراجع في بيته. طبعا أنا خدت الصدمة بقى، خدت الصدمة. إزاي يا جدع؟ إحنا المفروض يعني بنراجع وبنحل شوامل وبنتدرب قام قال لنا روحوا بقى اقعدوا في داركم. ف طبعا يعني مش عايز اقول لكم انا كنت يعني يلا. فمعظم بقى ال10 اللي كانوا معايا اشتركوا مع خالد صقر. احنا كنا طبعا متأخرين، فكان خالد صقر بدأ او مستر خالد صقر بدأ مراجعة. تمام، فهو كان بدأ مراجعة، واصحابي يعني ايه حاولوا يلحقوا نفسهم معاه شوية واشتركوا معاه. انا الصراحة ما رضيتش اشترك. كنت يعني كل اسبوع كده اراجع لي باب. تمام، اراجع الاسئله اللي انا حللها طول السنه، وارجع واحل اسئله الفصل مع نفسي، ولو في سؤال واقف قدامي افتح اشوف حد بيحله على اليوتيوب. وفضلت ماشي كده لحد ما بدأنا طبعا امتحانات العربي والبتاع كده، ودخلنا على الكيمياء بقى. امتحان الكيمياء، يعني انا هحكي لكم من اول ما انا ركبت الميكروباص رايحين بقى على المكان اللي فيه الامتحان. هي تقريبا مدرسة بعيدة عننا بالميكروباص حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. فانا الميكروباص بتاعي كان تقريبا كله اوائل يعني. انا يعني الحمد لله شاطر، فكان صحابي اللي معايا كلهم بقى متجمعين واصحابنا في بعض كده، كنا شاطرين يعتبر من اوائل المدرسه. تمام، فكنا قبل كل امتحان يعني واحنا في الطريق نقعد مثلا، اللي عنده سؤال صعب، اللي عنده تريكه، اللي عنده مش عارف ايه يقول. فلقيتهم عمالين يقولوا افكار عاليه قوي ويخوفوا نفسهم. فقلت لهم يا جماعه ما تقلقوش، يعني الامتحان يعني مهما يتمعظم يعني هيبقى ايه يعني، هيبقى امتحان سهل اكيد. دخلنا الامتحان، والله كل ما افتكر الحمد لله لا هي عدت والله. دخلت، خدت ورقة الأسئلة. تمام، كان النموذج بتاعي نموذج ألف، هما بيبقوا 4 نماذج: ألف وب وج ودال. ترتيب مختلف، هي نفس الأسئلة بس ترتيب مختلف يعني. النموذج بتاعي المفروض أي حد بيحط الامتحان يعني شفقة ورحمة بينا، المفروض إن هو بيحط في الأول كده سؤالين ثلاثة كده خفاف، عشان يمتص التوتر والقلق والخوف اللي عندنا، احنا داخلين امتحان كيمياء برضه. تمام، والصراحة ده ما حصلش. بفتح أول سؤال، ما عرفتش احل فيه حاجه، قمت سايبه. تاني سؤال
في إيه يا جدعان الامتحان عامل كده ليه؟ ما حليتوش سبته. تالت سؤال نفس الكلام، الصفحة الأولى اللي بتاعي ما حليتش فيها ولا سؤال. الصفحة التانية قلنا بقى خلاص، الصفحة التانية بقى الدنيا هتحلو بقى وهناكل الجو كده والحاجات دي، وما حليتش فيها برضه. كان يعتبر آخر سؤال في الصفحة التانية كان سؤال من سنة تانية ثانوي. فاكرين انتوا الجدول الدوري، وكل ما تمشي مثلا بالعرض كده في الجدول الدوري نص القطر يقل تقريبا، وكل ما تنزل تحت كده رأسي نص القطر يزيد. كان حاجة عن كده. تمام. فطبعا الحمد لله افتكرتها، ويعتبر ده أول سؤال حليته. دخلت على الصفحة التالتة قلت خلاص أنا بدأت أسخن شوية، برضو ما حليتش حاجة. قمت قافل الورقة. تمام. وقعدت مع نفسي كده، أحكي لكم بالظبط اللي حصل معايا والله. قمت قافل الورقة، وقمت يعني حاطط إيدي على راسي كده، وقعدت أدعي شوية وأصبر نفسي، أقول الامتحان صعب على الكل، تحل اللي أنت عارفه واللي أنت مش عارفه إن شاء الله، يعني حتى لو هبته إن شاء الله تهبده صح. والحمد لله بدأت من أول الصفحة التالتة كده أحل، وبفضل ربنا خلصت الامتحان كله في حوالي ساعتين، ساعتين إلا ربع. راجعت الامتحان كله، وكان فاضل لي سؤال واحد واقف في زوري، مش عارف أجيبه يمين أجيبه شمال، السؤال ده مش راضي يتحل، كان سؤال بدرجة. تمام. فرجعت الامتحان وظبطت نفسي وسبت السؤال ده للآخر، وبرضه فضلت أحاول فيه كتير، دماغي كانت مقفلة من صعوبة الأسئلة والله يعني. أنا كنت استنى أحكي لكم موقف. أنا متعود لما أجي أحل يعني باحاول كده أتخيّل المسألة قدّامي، وحصل كذا وعملنا كذا وعملت كذا. فمن كتر ما أنا باعمل كده، المراقب افتكر إن أنا باغشّش حد قدّامي أو باغش من حد قدّامي، فقال لي: "ما تتضبط بقى، أنت من أول أنت من أول اللجنة وأنت عمّال تغش." قُلت له: "أنا إيه؟" قُلت له: "أنا ما باغشش والله وده طريقتي في الحل وكده." فيعني الأمور عدّت. ومن كتر ما أنا باكلم نفسي والله العظيم ما باهزر، زوري اتنبح بعد الامتحان، في شرخ في زوري من كتر شوف عارفين انتوا الطريقة دي أكيد يعني. وزي ما قلت لكم حليت والحمد لله والدنيا معايا زي الفل، وفضل السؤال ده سبته. تمام. هبته. بعد ما سلمنا الورق على طول، بعد ما سلمناه على طول آه سألت واحد صاحبي كان واقف قدامي، أنا خلاص سلمت، بقول له السؤال الفلاني إيه إجابته؟ قال لي كذا. كنت حاطط ايدي على راسي وقلت انا حليته غلط، قلت يا رب يكون بس السؤال ده هو اللي غلط. واكتشفت بقى بعد كده ان الامتحان ده لما طلعت يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، ان الامتحان ده الموجهين كتير بيقولوا ان الامتحان ده اصعب امتحان كيمياء في تاريخ الثانويه العامه كلها على بعضها، نظام جديد نظام قديم. طبعا يعني الواحد كل لما يسمع الكلام ده يحمد ربنا اكتر ان ربنا سهل له ان هو يحل الامتحان ده. وبالفعل ما كانش عنده غير غلطه واحده بس، هي الغلطه دي. الحمد لله جايب 59 من 60. واحنا بقى مروحين في الطريق ال- انا متعود ان انا اخد التليفون معايا، وقبل اللجنه بقفله وبحطه في الميكروباص. تمام. فلما خلصنا الامتحان المفروض بقى كل واحد يفتح تليفونه عشان مثلا والده او والدته يطمنوا عليه، فالتليفون بتاعي نسيته وسبته مقفول. كنت عمال اراجع مع اصحابي في الميكروباص يعني وكده، واتلبخت وسبته. جينا على نص الطريق كده، قلت اما افتحه. فتحته ببص لقيت والدتي رنه يجي 200 رنه. ليه بقى؟ لان هي فتحت الفيس، انتوا طبعا عارفين اولياء الامور كده يعني ربنا يخليهم لنا. لقيتها فاتحه الفيس، وبقى موجهين بقى الامتحان صعب، وواضعين كتب الامتحان ومندليف الامتحان تعجيزي ومش عارف ايه. وهي برضو فضل دماغها يسوحها وان انا ما حليتش ومش عارف ايه، ففضلت بقى اول ما فتحت السكه تيت تيت تيت. قلت لها والله العظيم انا نسيت التليفون مقفول ومش عارف ايه، لحد ما هدت يعني. والحمد لله كل ما افتكر اليوم ده يعني ذكرى، يعني الحمد لله هي كانت حلوة جميلة، لأن ربنا طبعا وفقني إن أنا أحل. وبس كده، دي حكايتي مع الكيمياء. العبرة من الحكاية دي إيه؟ إن أنت أول حاجة، إن الثانوية العامة دي معتمدة عليك أنت، سواء كنت بتراجع في المراجعة النهائية مع مدرس معين، الاعتماد في الأول والأخير عليك أنت بس. يعني أنا ما راجعتش مع حد، راجعت مع نفسي. الحمد لله حتى ليالي الامتحان برضو ما شفتش اي مدرس، برضو رجعت مع نفسي.
فانا ما بقولكش كده عشان تقعد تراجع مع نفسك، لا، المدرسين دول وسائل مساعده انما مش وسيله اساسيه. تمام. فما تقعدش بقى تشتت نفسك، اشترك مع مستر خالد صقر ولا مستر محمد عبد الجواد ولا مستر عبد الله الحبشي، ولا اخد في البلد عندنا ولا اسافر. يا معلم، اي مدرس من اللي انا قلتهم دول عظمه، عظمتين كمان. فما تقعدش تلبخ نفسك، الاعتماد الاول والاخير عليك انت. تمام. وعايزك في الامتحان كده برضو يعني تحاول تحفظ لك شوية أدعية كده وتدعيهم قبل الامتحان، وتكون مهيئ نفسك للامتحان كويس كده، عشان الامتحان لو دخلت ولقيته صعب ما تتوترش ولا تقلق. أنا حبيت يعني أقول لكم، أو يعني إيه، أصور لكم الفيديو ده من غير مونتاج ولا من غير أي حاجة، بحيث إنه يكون كلام من القلب للقلب كده. فتقديرا لاخوك كده يعني، اعمل لي اشتراك بقى، اعمل لي اشتراك، احنا عايزين نوصل ل 10000 مشترك. انا بقالي سنه ونص يا جدعان، 3000 مشترك بس يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول، اضرب كف بكف يا سيدي. تمام. فاشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وان شاء الله في حكايات جديده لمواد جديده يعني، وحاجات اكثر يعني تشويقا واثاره، سسبنس يعني. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.